رابع في المونديال والنهايه ديال الحلم بعزف النشيد الوطني المغربي 7 ديال المرات في نهائيات كاس العالم. الميداليه البرونزيه ما كتبش ليها تكون في نصيب المنتخب الوطني المغربي. مشاركه استثنائيه ديال المغرب تحطمت فيها العديد من الارقام القياسيه، ولكن للاسف مباراه ديال الترتيب كانوا فيها جزئيات اللي تحسمات لكرواتيا. الخصم الاول ديال المنتخب الوطني المغربي في هاد جوج ماتشات فكان الاصابات، يعني من 5 ديال قلوب الدفاع بقى لينا قلب دفاع واحد اللي مكمل المباراه اللي هو بدر بنون. مشكل ديال الاصابات وخصوصا اللي كان عندنا في الخط الخلفي فكان عنده تاثير مباشر على النتيجه ديال المباراه ديال اليوم. وحتى الا كنا دزنا الفينال كانت غتكون الامر صعيب، خصوصا اللي كان عندك 5 من 8 ديال اللاعبين اللي هما مصابين. زياده الى ذلك التحكيم ذلك كان عنده دور في النتائج ديال هذه المباريات هذه. اليوم كذلك فشفنا مجموعه جديده واسماء جديده لاول مره كتلعب مع المنتخب الوطني المغربي في مباراه رسميه. دونك من الطبيعي على ان كاع هاد الحيثيات فرجحات الكفه ديال كرواتيا، ولكن نختموا المسار ديال المنتخب الوطني المغربي بهاد الارقام اللي غادي يبقاو للتاريخ. الركراكي فهو كيصبح اول مدرب افريقي وعربي يوصل لنصف نهائي كاس العالم. شأنه شأن المنتخب المغربي لكذلك أول منتخب عربي وإفريقي كيوصل لنصف نهائي كأس العالم. المنتخب المغربي كذلك فهو أكثر منتخب عربي تسجيلا للأهداف في نهائيات كأس العالم، ما يقارب 23 هدف. أما زياش فهو سجل أسرع هدف عربي في نهائيات كأس العالم. وسفيان أمراض أكثر لاعب إفريقي في تاريخ المونديال استعادة للكرة بمجموع 51 كرة، من غير ما نحسبوا هذا الماتش ديال كرواتيا. وكيبقى كذلك المنتخب المغربي فهو المنتخب العربي الوحيد اللي تصدر المجموعه ديالو 2 ديال المرات، واول منتخب افريقي كيتصدر المجموعه ب7 ديال النقاط. مجموعه من الارقام صم عليها المنتخب الوطني المغربي في هذه الدوره هذه، ولكن كتبقى احسن حمله اعلانيه تقامت للمغرب بلو بوفوار سوفت ديال كره القدم. كل شيء حاليا باغي يعرف المغرب وكل شيء ضامن مع المغرب وكل شيء كان مساند المغرب. وقفوا تقديرا واحتراما للمجهودات ديال هذا المنتخب اللي كيبقى بصم على مشوار تاريخي في هذه السنه هذه. ودابا عاد نقدروا نقولوا هذه هي البدايه، مازال حاجه زوينه في هذا المنتخب فهو ما بين اكثر المنتخبات في هذه الدوره هذا اللي عندهم اعمار صغيره. تقريبا المستقبل كاين مجموعه من الاسماء اللي عندنا، شفنا بلال الخنوس، شفنا كذلك الزروري، وباقي اللائحه طويله وخاص مزيان الجامعه تكمل في استقطاب لاعبين وتعطي اهتمام اكثر للفئات السنيه حيت هما المستقبل ديال كره القدم المغربيه. واهم حاجه هذه ما تكونش فقط استثناء المنتخب الوطني المغربي بل بدايه باش نمشيو في الطريق الصحيح. هذا العام كان استثنائي بكل المعايير ديالو، لا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي الاول لا بالنسبه لباقي المنتخبات ولا كذلك الفرق الوطنيه. وعاد كذلك مع عوده ديال مجموعه ديال اللاعبين المصابين في مجموعه من المراكز، اضافه الى الاكتشافات اللي درنا هذه السنه هذه. فان شاء الله كل شيء في الطريق الصحيح. وفي كاس افريقيا القادمه خاص لا كونفيرماسيون ديال هادشي اللي دار الركراكي في اقل من شهرين. هادشي اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. نقول لكم شكرا بزاف، رفعتوا راسنا قدام كاع العالم. ودابا نقول لكم سلام.